Bonjour les filles. مرحبا بكم. صلاة والسلام على رسول الله. ما تنسوش سبسكرايب واللايك. واليوم قررت اني نعيش معكم لحظة بلحظة تحضيراتي لسهرية عيد المولد النبوي الشريف. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، واكتبوا لي في التعليقات وش يعجبكم وش ما يعجبكمش. في اول فيديو راح نعيشه معكم وراح نحطه معكم في قناتي على اليوتيوب. مرحبا بكم. اول حاجه بديت بها هي عصير الزقوق. كل عام نحضرها قبل بنهار باش ما نتعطلش في النهار اللي بعده. طيبت ديجا العصيده ودرت حنديرهم في هذوما ليفيغين، كنت حطيتهم في الفريجيدير هذاك عليه فيهم لا فابور. وهذه عصيده ولا كريم تاع العطرشيه شريتها هكا واجده، نزيدوا لها الحليب بركه والسكر وهذا مكان. وهذا ما مكسرات، شريت كل حاجه منها 20,000 باش نخدم بيهم الحوايج تاع عيد المولد النبوي الكل. وراح يبقى لي شوي، يعني مش راح نستهلكوا حوايج ياسر. هذوما الكل كما راكم تشوفوا كل حاجه ب20,000 برك. هذا مكان لهنا باش نوري لكم استوس كي تتعقد لكم العصيده كيما هك. ما لكم غير تحلوها بالفواء وحتى ترجع لنا كيما هكا، ترجعينها سموث كيما درناها اول مره. ومن بعد بديت نحطهم في ليفيغين كيما رانا نشوفوا. هذه هي الكونتيتي اللي حطيتها في الفيغين. ومن بعد باش نبدا نحضر لها بعد ما نفرخها في الفيغين الكل. جاتني 21 فيغين هكاك. باش نبدا نعمل ميك اب. كريم العطرشيه انا حطيت زوز ملاعق سكر في الطاوه، باش نزيد لها نص إطرة تاع حليب. وكما نعرفوا كريم العطرشيه هذا هو الكريم الكل يتعملوا كيما هكا، شوكولا فانيا عطرشيه نفس الحاجه الكل. نزيد الحليب ونحط معها كريمة العطرشيه ونحركها مليح. ومن بعد نحطها فوق النار حتى لين تولي، حتى نميكسها مليح بالفواء. ومن بعد نحطها فوق النار حتى تبدا تعقد لينا. وكي تعقد لينا هذاك هو القوام. ما نخلوهاش تعقد ياسر وما نخلوهاش تبقى خفيفه، يعني نص نص. دوك نوري لكم القوام كيفاش يولي وكيفاش نحبسوا عليها. وهذا هو القوام اللي نسحقوه. نطفو عليها النار ونبدا نحط في ليفيغين كيما هكا بالوحده. تقدر تحطها بالمغرفه ولا تصبي ديريكت بالطاوه. انا لهنا كنت هزه التليفون في ايدي نصور بيه، ما قدرتش نصب بالطاوه. من بعد حنفرغ ديريكت بالطاوه في وسط ليفيغين حتى نلحق السمك اللي انا نحبه. يعني مناش حنعمروها ياسر باش نخلو بلاصه المكسرات كيما هكا. راح يكون السمك اللي نسحقه من كريم العطرشيه. الوحده تعمل لك واحده انا عملت لي 8 تاع ليفيغين، يعني باش تعملي لا كونتيتي تاع 20 كعبه لازمك 3 كريمه العطرشيه. انا بعد نكملوهم. هذا هو التزيين اللي انا خيرته ودرته بالمكسرات. تقدروا تهزوا افكار، والتزيين هذا حاجه يعني انتي كيفاش تحبي تزيني. كاين اللي ما تحبش تعمرها ياسر بالمكسرات، وكاين اللي تحب تعمرها بالمكسرات. كل واحد كيفاه، وكل واحد كيفاش ذوقه وكيفاش يحب يزين. هذه حاجه ترجع لك انتي. ان شاء الله يكون عجبكم التزيين تاعي. لا بديت نذوب الشوكولا باش نحطها في الترانسفير. لهنا عندي هذوما خيرت هذوما لي بول باش ندير فيهم عصير الجوزيه او كريمه الجوزيه. درت فيهم ديجا لا فويتين وزدت لهم من فوق الجوز مدشتش هكا. حطيت طبقه تاع لا فويتين وطبقه تاع الجوز. ولا نفوتوا لعصير الجوزيه وهي اسهل حاجه في الدنيا. حطيت المره الاولى 4 كيس ماء وزدت لها نص كيس سكر. من المستحسن انه يكون السكر الكل ابيض، لهنا فرغ لي الابيض زدت له شوي من الاحمر، اما من المستحسن يكون كلها ابيض خير. ونحطه على النار، نخلطه ونحطه على النار نار متوسطه ونخليه حتى يغلى. تحقوا الوقت هكا من 7 ل 8 دقائق كما انا من 7 ل 8 دقائق غليلي. ولا هنا هزيت 2 بيض خفقتهم مليح بالباتور، والا البيتران خير
باش تقدروا يعني تخلوا البيتران يخفق وحده وتلهوا مع العسل الخير، خاطرك تسحق ياسر خفق. يعني انا خفقتها واحد 8 دقائق باش يدخل فيها الهواء بكلها من فوق ومن تحت وتوصل للقوام اللي نحوسوا عليه. قبل ما نخفقوا بياض البيض تاعنا لازم نعرفوا انه لازم نستخدموا كلش جاف مليح، الباتور والحاجه اللي راح نخفقوا فيها باش تنجح لنا الوصفه. لهنا بعد ما غلى لينا العسل باش نتستوه ونشوفوا القوام اللي نسحقوه. كيفاش تعرفوا؟ لازم لكم كاس فيه ماء وتهبطوا نقطه بركه هكا من العسل تاعكم في الكاس، وكي تعمل لكم هكا الكعبوره كيما هكا كيما البلوره يعني راهو العسل تاعكم ناجح. توا تزيدوا له غير 4 كاس عسل، تحبوا عسل حر ولا اي عسل عندكم. عسل الحر راح تكون فيه فائده اكبر، ما انا لهنا استعملت عسل المرجان بركه وجدت طعمتها تهبل وسيرتو بلا فويتين. يعني جت حاجه يعني اول مره نجربها وجدت حاجه ياسر كلاس، شكل وقيمة وطعم يعني هايل. لهنا العسل راح نهبطه بالخيط هكا بشوي حتى نكملوا الكمية الكل، ونبقوا نخفقوا في الجزية تاعنا حتى يبرد البول اللي حاطين فيه ولا الحاجة اللي حاطين فيها، سواء تاع البيتران ولا اي حاجة صحن اللي تخفقوا فيه حتى يبرد خلاص. وزينتها كما كان الحال بالبوش، ومن بعد درت فيها هذوكم لي ترانسفير اللي درتهم كنت ديجا وجدتهم، وشويه من الجوز ولا فوي دور. وفوتوا للطمينه تاعنا. انا شريت هذه سميد محمص ديجا، خدمت به هو، وباش ندير منه كاس بركه، كاس واحد. والزبده راح ندير منها نص كاس، راح نذوبه وراح نزيد له نص كاس عسل. ولا هنا ما لازمش نسخنوهم مليح، ما لازمش نخلوهم حتى يغلوا، راح نذوبوهم برك. يعني هذه ملاحظه باش تجيك الطمينه تاعك الجود تاعها هايل. لازمك غير تسخنيهم برك وتدخلي اكل عسل فك الزبده اللي ديجا ذوبتها، ومن بعد تزيدي لها السميد تاعك، الكاس تاعك تاع السميد، وتخلطيهم مليح. ولا انا الوصفات الكل راح نحطهم في صندوق الوصف، يعني واي ملاحظات انا هنحطهم في صندوق الوصف. يعني نخاف ننسى حاجه ما نقولهاش، يعني حاجه من لازاستوس اللي يخلوا لك الحاجه ناجحه، راح نكتب كلش في صندوق الوصف. ولا انا بعد ما خلطته مليح، بعد ما نحيته من النار، زدت له الكاوكاو المدشدش. كان عندي شويه كاوكاو مدشدش وشويه جوز بقى لي من الجوزيه تاعي، زدته خلطته مع السميد مليح، وخيرت هذه تزيينة يعني حاجة سامبل. هذا هو اللي نحب نزينه، أنا نحب نزينها بالمكسرات تعطي لون باهي جدا، وزينته بالورد تاعنا، ورد تاع الأكل كما نعرفه. وهذا هو الشكل. يعني الطمينة تزينها حسب ما تحبي، وعندها قدين تزيين، يعني انتي يعني وذوقك كما تحبي تزينها زينها. وهذا هو عشانا. عملت لنا ماما ربي يخليها لنا ان شاء الله شويه رشطه بيضه وشويه شخشوخه الورق، وهذاك شويه مسير وشويه سلطه. هذا هو كان عشانا لنهار اليوم، عيد المولد النبوي الشريف. دارتهم ماما، وش راح نقول لكم، قوي يهبل تحبوا نحط لكم الوصفات ما كان حتى مشكل. ولا هنا ماما سخفت على شويه حنه، قلت نعمل لها شويه حنه باش نحنها، نحلي لها يدها في الليل. نحن ما نحنوش بسبلة غاوك الحوايج هذوكم، يعني جوست هكا دويره في اليدين، هذاك هو كما نقولوا الفيل تاع عيد المولد. درت شويه حنه ودرت لها شويه نقطتين ولا 3 تاع قارص باش يقولوا الحنه تطلع بالقارص، ولميتها بشويه ماء وبرك. هذا هو، هذه هي الحنة اللي دارتها، هذا مكان. وتوا نخليكم مع الحوايج، مع السهرية تاعنا، مع الطابلة تاعنا تاع السهرية. نتمنى يكون الفيديو تاعي عجبكم، وكل عام وانتم بألف خير. وهذا مكان، وكان عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والسبسكرايب.
you.